ورقة طويلة عريضة واقعد اكتب فيها بقى كل اللي انا عايزاه. وبعد كده اروح مطبقة الورقة وعينها في الدرج او معلقاها قدامي على الحيطة يومين ثلاثة وما بشوفهاش. ما هو انا طبعا كلامي سايح على بعضه، وممكن يكون ناس فيه تاهت في النص. بس انا ممكن احط لكم في الاخر النقاط اللي انا قلتها، ويا رب تفيدكم. انا بدردش معاكم عن التخطيط، وانا قاعده هطلع كراسه تانية وهكتب على السريع كام نقطه للتخطيط. بما ان ده موسم التخطيط بقى، وداخلين على سنة جديدة وعايزين نجيب بقى نوتة جديدة ونبدأ بقى نكتب أهداف 25. في كام نقطة يساعدونا بدون تعقيد، يعني مش هتكلم كتير عن حاجة معقدة. هتكلمكم عن سريعة، بحيث ان انتوا يعني نقطة يساعدوكم، الموضوع يساعدكم وانتوا شغالين في وانتوا بتخططوا. اول حاجة، اول نقطة، شوفوا اهداف السنة اللي فاتت كنت بتتكلم عن ايه، او الدنيا يعني كنتوا بتقولوا فيها ايه. لو انتوا مش كاتبين اهداف فابدأوا اكتبوا الاهداف. بس مهم جدا ان انا لو عندي اهداف قديمة ان انا ابص ليها واشوف هل انا لسه محتاج الاهداف دي، هل انا حققت منها قد ايه، ايه اللي وقفني او عطلني ان انا ما احققش. مهم ان انا اسال نفسي الكام سؤال دول، علشان دول هيبقوا زي المحرك او البنزين اللي هنبدا نشتغل بيه للتخطيط الجاي. لو انا مش مخطط بقى فابدا ان انا اعمل عصف ذهني كده للحاجات اللي انا حابب ان انا اعملها. وحبيت ان انا احط اهدافي، فهحط ازاي اهدافي. الموضوع مرن، ممكن تستعينوا بعجلة الحياة، بس انا بصراحة ما بفضلش عجلة الحياة. مش عارفة، بحس ان في حاجات فيها متعادة وفي مش مهتمة بيها. بس هي حاجة كويسة، يعني زي مرشد ليكم ان انتوا تقدروا ان انتوا لو انتوا مش عارفين تكتبوا ايه في ايه وانهي حاجة وايه الاهداف فانتوا تقدروا ان انتوا توزعوا الحاجات بتاعتكم بطريقة متوازنة. انا مثلا بلاقي ان انا يعني انا شفت عجلة الحياة متوازنة، ولقيت ان انا قدرت ان انا اعمل منها عجله ليا، عجله حياه ليا انا بقى، خاصه بيا انا، بالمرحله اللي انا فيها، بظروفي، بالحاجات اللي انا يعني اللي انا عايزه اعملها. فده الجوانب اللي فيها. فقدرت ان انا احط جوانب واضيف جوانب واحسن في جوانب كده. فالموضوع ممكن ان انتم مرن، انتم ما تلتزموش بحاجه لو الحاجه معقده ليكم. فانتم ممكن ان انتم تعملوا عجلة ليكم، بس انتوا تبصوا في الأول على الحاجة الكبيرة وبعدين تبدأوا بقى تعملوا لكم عجلة صغيرة كده على قدكم. يعني مثلا الجانب الصحة المادي الروحاني. وانا بفضل ان احنا طالما احنا داخلين بقى على رمضان وكل سنة وانتم طيبين، فانا بفضل يعني طبعا ان احنا اول حاجة نبدأ بيها الجانب الروحاني. ومش هتقولوا له مش لسه بدري، لا احنا خلاص يعني، فده التطبيق بقى العملي بتاعنا. ان انا بكتب اهدافي. يعني مثلا واحد ما بصليش فابدا ان انا التزم بالصلاه. بصلي بس عايزه اضيف الورد القراني اليومي، عايزه اضيف الاذكار، عايز ركعتين قيام، او ابدا باقل القليل طبعا. فان انا محتاجه ان انا اضيف، فممكن اشتغل على اول جانب، الجانب الروحاني او اول هدف هيبقى له الاولويه لاننا داخلين على رمضان. فيبقى انا ده دافع ليا ان انا خلاص يعني ايه، محدد بوقت، اللي هو ودي النقطة التانية اللي هنجيلها. اللي انا الهدف بتاعي في وقت، في ديدلاين زي ما بيقولوا. ففي عندي رمضان، فلسه مثلا نقول شهرين وعشر ايام. فخلاص يعني وقت محدد، فانا لما اكون عارف نهاية الحاجة دي ايه فده بيكون دافع ليا ان انا اشتغل فيها. لو كتبت الاهداف اللي انا عايزها، وليكن 10 اهداف، 5 اهداف، ايا كان بقى، اشوف انا محتاج اظبط ايه في السنة الجاية ان شاء الله الجديدة. انا خلاص انا كتبت الاهداف بتاعتي، وحددت ان انا اول هدف هبدأ فيه او اول جانب هبدأ فيه هو الجانب الروحاني بتاع رمضان. طالما رمضان جاي، كل سنة طيبين، اللهم بلغنا رمضان. او ايا كان، يعني لو انتوا الجانب ده متظبط عندكم فشوفوا جانب تاني محتاجين تظبطوه بقى، جانب الصحة، مذاكرة. طبعا احنا في امتحانات اصلا. كتبت الاهداف، دي اول نقطة. تاني نقطة ان انا حددت الاهداف بتاعتي، او حددت ان انا هاخد هدفين كل شهر. تمام. هدف يناير كله هاخد حاجة او اتنين، يعني مش هاخد اكتر من اللي هو حاجة فعلا بايظة قوي في حياتي محتاجة تتظبط ضروري، مش محتاجة مش ممكن ارحلها لكمان شهرين ثلاثة او لاخر السنة. فبعد ما انا حددت هاخد هدف ايه، فانا خلاص حددت الهدف اللي هو هاخد الهدف ده والهدف ده. وحددت الوقت ان انا في الشهر، شهر يناير، من زي ما قلنا لو هدف روحاني فمثلا نقول من هنا لحد رمضان اللي هو من شهرين، الشهرين الجايين دول.
محتاجة ان انا اخس مثلا 10 كيلو، فطبعا مش هينفع في شهرين، حاسة كتير قوي. ممكن مثلا يقول 3 شهور 4 شهور. فانا محتاجة اخس 2 كيلو كل شهر او 3 كيلو كل شهر، فانا حددت الوقت. تمام. انا عايزة ده. هعمل ايه بقى عشان اوصل لده؟ يعني مش مجرد ان انا اكتب الهدف كده وخلاص واقفل الورقة واحطها في الدرج وشكرا، لا مش مجرد كده. يعني خلاص انا محتاجة اخس. تمام، هتعمل ايه بقى؟ فدي النقطة اللي أنا كنت أصلا بسيبها اللي هي أهم حاجة، ورقة طويلة عريضة وأقعد أكتب فيها بقى كل اللي أنا عايزاه. وبعد كده أروح مطبقة الورقة وعينها في الدرج أو معلقاها قدامي على الحيطة يومين 3 وما بشوفهاش. ما هو أنا محتاجة أعرف أنا هعمل إيه عشان أحقق اللي في الورقة ده بقى. أنا كلنا عايزين نعمل حاجات حلوة، كلنا نفسنا نحقق، وكلنا نفسنا نوصل لحاجات كويسة. بس حتة الجانب العملي أو الخطوات الصغيرة البسيطة، البيبي ستيبس الصغيرة، بنتوه فيها. مش بناخد بالنا منها. فانا محتاج اعرف انا هعمل ايه عشان احقق الهدف ده، اللي هو هخس او هقرا مثلا. محتاج اقرا، محتاج ان انا اخد الكورس اللي انا راكنه بقالي سنين. محتاج ان انا خطوات عمليه بقى. فيا ترى ايه الخطوات العمليه اللي هتوصلني لهدفي او هتخليني ابدا اخد في الهدف ده حته حته؟ انا مثلا محتاجه ان انا هقيسها في الكروشيه بقى، بما اننا ناس بتاعت كروشيه وكده. فانا مثلا محتاجه ان انا اشتغل، يعني بقول مثلا يا جماعه محتاجه ان انا اشتغل 8 شنط، 8 شنط كروشيه. تمام. في الشهر يعني. تمام. فانا بمعدل كل اسبوع شنطتين، 2 في 4 اسابيع ب8 شنط. فكل اسبوع شنطتين، يعني الشنطه هتخلص في حوالي 3 ايام ل4 ايام، يعني من 3 ل4 ايام. تمام. يبقى انا كده بدأت من كبير، وبنزل كل اسبوع كل يوم هشتغل ايه في 3 ايام هشتغل شنطة. تمام. هنزل بقى، هدخل بقى من 3 ايام هدخل بقى في اليوم، فانا هحدد وقت في اليوم للشغل ده. محتاجة ان انا احدد وقت في اليوم بعمل ايه في يومي عشان يوصلني ان انا اخلص في الاسبوع شنطتين، ويوصلني في الشهر ان انا اخلص 8 شنط. تمام. فانا محتاجة ان انا اشتغل ساعتين اول ما اصحى وساعتين بالليل. تمام. محتاجة ان انا انزل اشتري الخيوط. تمام. محتاجة ان انا اذاكر الموديل في الاول. محتاجة ان انا اجهز كل الماتيريال معايا. فده كلها خطوات عملية انا محتاجة اخدها واعملها دلوقتي عشان احقق اللي انا عايزاه. لكن انا لو كتبت انا محتاجة اعمل 8 شنط وسبت الورقة كده على جنب، في كل يوم والتاني هبص قبل ما ابدا بقى اخد خطوة خطوة، فالموضوع هيبقى صعب قوي بالنسبة لي وهيبقى كبير، وممكن اصلا اكسل لما اشوف 8 شنط في الشهر. طبعا بالنسبة للناس يعني ده مش رقم اصلا، في ناس ما شاء الله عليها، يعني بتكلم عن حاجة يعني مثال يا جماعة. ما اقدرش اعمل 8 بالمناسبة، يعني ممكن اعمل اقل من كده بكتير. المهم، فاي حاجة، اي هدف كبير قدامي احوله لخطوات عملية صغيرة. اي هدف كبير انا عايزاه احوله لخطوات عملية صغيرة. انا محتاجة اخد كورس، الكورس مثلا فيه 30 محاضرة، فانا محتاج اقسم المحاضرات دي على الشهر. 30 محاضرة كتير قوي في الشهر، فخليها على شهرين، خليها على 3. طب وبعد ما اسمع المحاضرة هعمل ايه؟ هجيب ورقة طب ماشي، اليوم بتاعي فيه ايه يعني امتى هسمع ده في اليوم؟ وتحديد شكل اليوم او تحديد الروتين، ان انا احط الهدف بتاعي في عادة ادخلها في اليوم. طبعا في اهداف بتخلص على طول، يعني محتاجه اسمع المحاضره، مش هقعد طول عمري هسمع محاضره. هسمع المحاضرات او هسمع الكورس ده او هاخد الكورس ده في 3 شهور 3 4 شهور خلاص، يعني مش هقعد طول عمري اخد الكورس. فانا محتاجه ان انا احطه في وقت مثلا في عاده مذاكره، وقت عندي مذاكره التعلم الذاتي بره عن الكليه وبره عن اي حاجه. هقعد اشتغل، هقعد اذاكر فيه، عندي ساعه في اليوم بذاكر فيها. بذاكر فيها اي حاجه تانية، بسمع فيها بودكاست، بسمع فيها محاضرات، محدده وقت، محدده له وقت في يومي، محدده له وقت في اسبوع. يعني مثلا واحده عايزه اتمشى كل يوم، او عايزه اتمشى، عايزه اخلق عاده المشي، انا ما بمشيش مثلا. فانا محتاجه ان انا امشي، فهمشي مرتين 3 في الاسبوع. طب هو امتى؟ الوقت مثلا من الظهر للعصر. انا بقى الوقت ده ده الوقت اللي هقدر امشي فيه في الشتاء. همشي كل يوم لا، في ايام انا بيبقى عندي فيها شغل اكتر فمش هقدر اشتغل، مش هقدر امشي كل يوم. بس في ايام بيبقى عندي فيها اجازه، فممكن تمام هقدر هنزل اشتغل، هنزل امشي في الوقت ده. وافضل وقت او افضل طبعا حاجه هتساعدنا ان احنا نلتزم بالحاجات بقى اللي انا حاططها في اليوم وحددتها في اليوم، هي التودو ليست. انا طبعا كلامي سايح على بعضه، وممكن يكون ناس في تاهت في النص.
بس انا ممكن احط لكم في الاخر النقاط اللي انا قلتها، ويا رب تفيدكم. انا بدردش معاكم عن التخطيط، انا بحب التخطيط قوي، وبحب ممكن اقعد بالساعه اخطط للاسف دي حاجه عايزه ابطلها، عشان انا بندمج قوي في التخطيط للدرجه اللي يعني. فايه بقى الحاجات اللي تخليني اقدر ان انا انفذ؟ انا كتبت كده سريعا 4 حاجات عشان ايه الموضوع يكون بالنسبه لي ما توهش اكتر. فاول حددت له وقت في اليوم، ان انا من الساعه كذا للساعه كذا، او من الوقت ده للوقت ده، وقت بالليل وقت الصبح، هعمل الحاجه الفلانيه. طب ايه بقى اللي يخليني التزم بقى وكل يوم اصحى اخد بالي من ان انا اعمل الحاجه دي؟ محتاج ان انا تو دو ليست، اكتب تو دو ليست، ده مهم ده مهم. تو دو ليست دي مهمه، مهمه جدا، بالذات في الحاجه اللي انا ما يعني مش متعود عليها، مش عندي روتين. انا محتاج ان انا اقعد مع نفسي كده واتخيل اليوم اللي انا عايزه اوصل له. انا دلوقتي اليوم الفلاني كذا، اليوم المثالي او اليوم الحلو اللي انا عايزه يكون فيه ايه، فيه ايه وايه وايه, وإيه, وإيه. تمام. يكون شامل حاجات صغيرة باخدها كل يوم، خطوات صغيرة عشان توصلني للهدف اللي انا حاطه الكبير. دايما ابص على الرؤية الكبيرة، فدي تبقى حافز ليا ان انا ربنا يكرمني واحقق اللي انا عايزه. فتودو ليست بسيطة، ممكن اضيف فيها الحاجات اللي انا مش متعود ان انا اعملها، مش متعود ان انا اعملها، اللي هي الجديدة داخلة في يومي جديد، فانا محتاجة ان انا ادخلها، اكتبها علشان تفكرني كل يوم. فانا محتاجة ان اول حاجة اصلا، اول عادة، ان انا لو انا ما بعملش دي، ان انا يكون عندي قائمة مهام كل يوم ابص فيها، ابص انا محتاجة اعمل ايه النهاردة. فدي اول حاجه محتاجه ان انا اعملها، علشان بنتوه جدا يعني في الزمن ده بالذات. كل حاجه ماشيه فيه بسرعه، كل حاجه بتشتت. من لو عدى اليوم كده من غير ما اكتب انا عايز اعمل ايه بكره قبل ما اقوم، او محتاجه اذاكر ايه، محتاجه اقرا ايه، محتاج امشي، محتاج اكل ايه حتى محتاج ان انا اكتب في قائمه المهام. وكل ما كانت قائمه المهام اقل كل ما كان الموضوع احسن. ويكون عندي روتين في يومي، يعني يفضل ان انا يومي يكون متقسم على الصلوات. انا بحس ان رمضان بيكون اكتر وقت بنكون الدنيا منظمه فيه بالنسبه لي انا، يعني عشان هو رابطني بوقت غصب عني، مربوطه بوقت، مربوطه بميعاد فطار في المغرب. فانا غصب عني هقوم اطبخ الاكل قبل المغرب، هقوم. ففي وقت معين للطبيخ، في وقت معين لدخول المطبخ، في وقت معين لدخول المطبخ برضو في السحور، وقت معين لصلاة العشاء، تراويح، صلوات، مقسمة يوم، مظبطة يوم. فمش محتاج احس ان دي حاجة سبحان الله حتى، يعني من غير ما هي تنظم يومه وتنظيم يومه كده، سبحان الله ربنا كده. يعني احنا اصلا لما بنعمل الاهم في حياتنا بيبدأ بعد كده ربنا بيكرمنا بقى في الحاجات الدنيوية التانية. انا عملت اهم حاجة في يومي هي ايه؟ الصلاة. صليت، ربنا كرمني وربنا كرمني وصليت وخلصت الصلاة على وقتها على طول. بعد كده الدنيا بتتيسر بقى. فاول حاجة تو دو ليست، ان انا اكون كاتب تو دو ليست عبارة عن مهام صغيرة ليه بتخدم على الهدف الكبير زي ما قلنا. تاني حاجة ان انا اكون مخطط اسبوعي، او كاتب هدفين 3 في الاسبوع، واقيم الاسبوع بتاعي، اشوف انا النهارده من السبت للجمعة عملت ايه، ايه اللي كان معطلني، وصلت للي انا عايزه، حققت كام في المية. يعني لو ليكن مثلا كل اسبوع 25%، 25%، 25%، عشان احقق مثلا اللي انا عايزه الشهر ده، فانا عملت كام في المية من الاسبوع ده، وصلت لكام. يا ترى ايه بقى اللي عطلني، يا ترى ايه اللي مخلاني ما اعملش كده، يا ترى اليوم ده ببقى عامل ازاي، اليوم ده ببقى عامل ازاي، نفسيتي، صحتي كده. فان انا اراقب انا ايه وقتي بيضيع في ايه. وطبعا ايه ابلكيشن اللي بيضيع وقتي؟ انا ذات نفسي لما بقفل الفيسبوك واعمل له ديليت واقفله كده شويه، اليوم فعلا حتى لو انا ما قمتش من مكاني، بحس ان انا دماغي هاديه، في هدوء، مش متشتته. يعني انا مش متشتته، انا هاديه وقادره افكر، يعني قادره اشوف انا ممكن اقوم اعمل ايه. الفيسبوك هو رقم واحد في تعطيل وقتي، فانا عارفه حاجه زي كده. فالمراقبه الذاتيه مهمه، مهمه ان اعرف ايه اللي بيعطلني، ايه اللي بيضيع وقتي، ايه اللي ما بعمله بيبقى بيخليني متحمسه. يعني انا مثلا لما ببقى مثلا حاطه لنفسي حافز ومكافاه في اخر اليوم بحاجه، فده بيخليني طول اليوم ان انا بنجز علشان اوصل للحاجه دي. او مثلا لو انا باخد فترات بريك صغيره في النص، ده بيخليني برضو بقدر انجز اكتر. فشوف انا اراقب نفسي، فكلنا مش زي بعض. فممكن في حد بينجز لما مثلا بيكون بيعمل بريك كل مثلا ساعة أو كل نص ساعة أو كده، اللي هو الطريقة دي. أو ممكن في ناس بتحب تنجز لما تخلص اللي وراها خالص، وبعدين تاخد المكافأة في الآخر. فشوف أنا طبيعتي إيه، وبحب إيه وبكره إيه، وأشوف أسأل نفسي أنا ليه ما بنجزش أو ليه ما بحققش. فمهم ان انا ممكن كل اسبوع كل اسبوعين اراقب نفسي واشوف، واقعد اسال نفسي بالورقه والقلم كده، واشوف ايه اللي بيعطلني، اشوف انا بعدت عنه قد ايه، واشوف لما بعمل الحاجه الفلانيه بنجز بنسبه قد ايه. فدي زي ايه، انا لما اجاوب على ليه 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 كتير، بيساعدني ان انا ربنا يكرمني
وبيساعدني ان انا انجز واقدر ان انا ابعد عن الحاجات اللي بتضيع لي وقتي واعمل الحاجات اللي بتحفزني عشان احقق الهدف. طيب رابع حاجه طبعا الدعاء والاستعانه، ان انا ادعي كتير ربنا يعيني على تحقيق اهدافي. بنستعين بالله، بندعيه بكل اخلاص وبكل صدق ان هو يعيننا على ان انا اعيش يكون زي ما هو عايز. يعني انا افتكر دايما انا عمري فيما افناه، ان الوقت ده اللي بيروح ما بيرجعش. فانا محتاج ان انا ضروري اعرف انا وقتي بيضيع في ايه، ومحتاج ان انا ضروري اوقف اي حاجه بتضيع في وقتي. انا الكلام ده ليا قبلكم يعني. التخطيط او قلته ده مش رفاهيه، ما نكبر دماغنا وتخطيط ايه لا، هو الموضوع مش رفاهيه، هو موضوع ضروري عشان ما نندمش، عشان ما نزعلش. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون استفدتوا منه، ويا رب يكون ضاف لكم حاجه بسيطه تقدر تساعدكم ان انتوا تخططوا للسنه الجديده، وتقدروا ان انتوا تحققوا اهدافكم. يا رب اكون بسطت الموضوع ما عقدتوش اكتر، لان انا بحس ان التخطيط بقى يعني بعبع من كتر ما بنسمع فيديوهات ومن كتر ما الموضوع بقى منتشر فبقى بيعقد زياده. فاحنا ممكن بمنتهى السهوله زي ما قلنا نراجع سريعا، اجيب ورقه وقلم واكتب الاهداف بتاعتي اللي انا عايزها، واختار حاجه بسيطه وابسط على نفسي. تاني حاجه ان انا اوزع زي ما قلنا اوزعها على مدار الشهور، اوزع الاهداف دي على مدار الشهور، واكتب كل اسبوع محتاج ايه، فاقيم لكل اسبوع وكل يوم ان انا احط عادات في كل يوم تخدم على العادات صغيره او خطوات صغيره امشيها كل يوم عشان تخدم على الهدف اللي انا عايزه احققه. ف اعمل عادات صغيره كل يوم، او احدد في الوقت كل يوم حاجه تساعدني ان انا اكتب التودو ليست عشان اقدر ان انا امشي الخطوات كل يوم. فتفكرني التودو ليست بتفكرني ان انا امشي الخطوه دي الخطوه دي الخطوه دي. اخر الاسبوع ان انا اقيم اشوف انا وصلت لايه، وايه اللي بيضيع يومي، وايه اللي بيساعدني ان انا انجز. واخيرا الدعاء والاستعانه، ان انا ادعي ربنا واتضرع عليه واستعين بالله، وان انا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات ونكمل فيها ولا لا. ومع السلامه.